النهاردة الكلمة الثالثة اللي هي دور الأم في الأسرة. دور الأم في الأسرة. طبعا إذا كان دور الأب مهم، وقلنا زي ما قلنا امبارح الأب ليه أدوار كتيرة في الأسرة، فدور الأم هو الأهم في الأسرة. دور الأم هو الدور الأهم في الأسرة، طبعا باعتبارها إن هي المتواجدة في الأسرة. يعني الأب بيصحى الصبح بيمشي وبيرجع إمتى بقى؟ الله يعينه، يرجع الساعة 5 الساعة 6 الساعة 8 الساعة 9، ويمكن في ناس بتتأخر أكتر من كده، وفي ناس ساعات بتسافر بالأسبوع تشتغل وترجع خميس وجمعة. لكن مين اللي متواجد في البيت دايما؟ الأم هي المتواجدة. الأم اللي هي المتواجدة مع أولادها، حتى لو الأم عاملة بتروح بشغلها وبسرعة وترجع عشان تتواجد في البيت. إذا فالأم هي الدور الأهم في الأسرة، باعتبارها هي المتواجدة في الأسرة أكتر وقت. يعني من أول ما اتخلقت الأم أمنا حواء، وبعدين سموها حواء ليه؟ لأنها أم كل حي. أم كل حي، فحواء اسمها حواء لأنها أم كل حي. فأنا عايز أقول إن حواء اللي هو أنت يعني هي أم الحياة اللي في البيت. البيت لو كان فيه حياة هيبقى بسبب الست اللي فيه، والبيت لو ما فيهوش حياة هيبقى بسبب الست اللي فيه. فافتكري دايما ان انت اسمك حواء، وحواء دي هي ام كل حي، هي ام كل حاجة حية، ام كل حاجة حلوة موجودة في البيت. كمان الام هي المثال الاكبر في العطاء وفي التضحية. يعني حتى العالم او الدولة تيجي تعمل عيد الام ما تعملش عيد الاب. اشمعنى بتعمل عيد الام؟ هي مثال للتضحية، مثال للعطاء، مثال للبذل، مثال للاحتمال. فالأم هي مثال الحاجات دي كلها. فلما تيجي واحدة مثلا ست تتنرفز كده وتتخانق تقول لي أنا اللي تملي اللي بدي في البيت، أنا اللي بحتمل في البيت، ما هو كده. امال بيعملوا لك عيد أم ليه يعني؟ ما انت لو ما كنتش كده ما كناش عملنا لك عيد أم. فالأم دايما والست دايما تفتكر إن هي مصدر العطاء اللي في البيت، مصدر الحب اللي في البيت، مصدر التضحية اللي في البيت، تيجي على نفسها أكتر في البيت، تتعب أكتر في البيت. هي ديت الإيه؟ الأم. أحد الآباء القديسين بيقول: الأم لا تصير أما بإنجابها للبنين، وإنما تصير أما بتربيتها للبنين. الأم لا تصير أما بإنجابها للبنين، إنما تصير أما بتربيتها للبنين. خلي بالنا إن في بعض الأمهات بتنجب الأطفال وبس. طب والتربية؟ ياما الأطفال بتبقى موجودة في الشوارع بعد كده. الطفل يبقى عنده 2 و3 وألاقيه بعد كده في الشارع بيعمل إيه؟ بيلعب مع أصحابه في الشارع. طب الشارع هو اللي هيعلمه؟ الشارع هو اللي هيعلمه؟ صدقوني ياما افتقادات كتيرة نروح نفتقد البيت، وبعدين اقول لهم انتوا عندكم كام ولد؟ عندي كذا كذا كذا. طب فين الولد اللي في 5 ابتدائي؟ في الشارع بيلعب مع اصحابه. اللي في 4 ابتدائي في الشارع بيلعب مع اصحابه. ايه هو ده؟ والشارع اللي هيعلمنا؟ لكن الام هي اللي هتعلم وهي اللي هتربي. والام لا تصير اما بانجابها للبنين، انما تصير اما بايه؟ بتربيتها للبنين. لو ربيتي ولادك صح يبقى انت كده ام صح. كمان خلوا بالكم ان الام هي المدرسة التي طالما اخرجت للكنيسة قديسين مباركين. ياما قديسين طلعوا للكنيسة طلعوا من أسرة مباركة وأم مباركة تطلع للكنيسة كده أولادها. يعني مثلا واحد زي البابا كرولوس السادس، طلع ليه البابا كرولوس السادس؟ أمه طلعته كده، أمه علمته إنه هو صغير. مش عايز أقول البابا شنودة لأنه هو ما شافش أمه يعني، لكن أهو البابا كرولوس وكل القديسين بقى، كل الآباء الكهنة الحلوين والأساقفة الحلوين. وفي تاريخ الكنيسة ياما ناس بيبقوا حلوين. ده في تاريخ الكنيسة في أم جميلة طلعت يجي 5 منهم أسقف وبطرك ومش عارف، قديس باسيليوس الكبير وأخوه قديس غريغوريوس وأختهم كانت رئيس الدير. إيه ده؟ أم مباركة عرفت تربي وعرفت تطلع وعرفت تعمل كنيسة في البيت. فالأم هي اللي بتطلع القديسين.
امسك المجمع كده اللي بتاع الكنيسة وشوف المجمع كله، مين اللي طلع المجمع ده كله؟ الأم هي اللي طلعت المجمع ده كله، كل القديسين سواء رجالة ولا ستات، الأم هي اللي طلعتهم وهي اللي ربتهم وهي علمتهم وهي اللي عودتهم على إيه؟ على حياة الصلاة. واحد زي صمويل النبي، هذا النبي العظيم، مين اللي طلعه صمويل النبي؟ صلوات أمه قديسة حنة، كانت ما عندهاش أساسا طفل، بصلواتها الطفل جه، وبصلواتها هي نذرته للهيكل، وبصلواتها ربنا حافظ عليه وطلعته بعد كده مين؟ طلعته نبي وجميل. حتى الفشلة اللي تحولوا القديسين كان بصلاة أمهم، زي مونيكا أم القديس أغسطينوس، كان أغسطينوس شاب ومش كويس، ولكن بصلوات أمه طلعته إنسان إيه؟ إنسان كويس. ده مش معناه إن أي إنسان وحش بقى، شاب وحش، معناه إن أمه وحشة. لا، ما أنا بقول لكم القديسة مونيكا دي قديسة من يومها، بس ابنها طلع والعالم خده، العالم خد ابنها منها وبقى فاشل وصايع وبقى ماشي كده في العالم، لدرجة إنه أخطأ وزنى وجاله طفل كمان. تعرفوا إن القديس أغسطينوس جاله طفل غير شرعي، طفل كده من زنا يعني، ومع ذلك كانت أمه قديسة، ولكن أمه القديسة ما سابتوش، وما سابتوش حتى في قلة أدبه دي، قعدت تصلي من أجله لحد ما رجعته تاني. إذن فعايز أقول لك إن الأم هي المدرسة اللي بتطلع قديسين كتير للكنيسة، ولابد للبيت أن يكون كنيسة. مين اللي هيعمل البيت كنيسة؟ الأم. إذا كان الكاهن الأب هو كاهن الكنيسة أو كاهن البيت، بس الأم هي اللي بتعمل الكنيسة دي، وهي اللي بتنظف الكنيسة دي، وهي اللي بتوضب الكنيسة دي، وهي اللي بتعمل مكان في الكنيسة دي. زي هنا مثلا الكنيسة دي، مين الكاهن بتاعها؟ أنا كاهن الكنيسة دي، بس أنا اللي عملت الكنيسة دي؟ لا، في ناس عملت الكنيسة دي وأنا كاهن بصلي فيها، صح كده؟ فبرضو البيت، مين اللي بيعمل الكنيسة اللي في البيت؟ الأم. ومين الكاهن بتاعها؟ هو الأب. فالأم الجميلة تعمل كنيسة كبيرة وكنيسة جميلة في البيت. وعلى فكرة الكنيسة اللي في البيت لا تقل أهميتها عن الكنيسة الكبيرة اللي هنا، لأن الناس أو ولادك مثلا، ابنك بيجي الكنيسة هنا قد إيه؟ مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، في كل مرة بيقعد له ساعة ولا 2، لكن في بيتك أنت بقى، في كنيستك اللي في البيت بيقعد قد إيه؟ بيقعد بقية الأسبوع. بل إن لما الكنيسة هنا قفلت أصلا في أيام كورونا، فاكرين أيام كورونا الكنيسة قفلت هنا 2 سنين. طب فين الكنيسة بقى؟ تحولت البيوت إلى إيه؟ إلى كنائس، وكل بيت بدأ يصلي، وكل بيت بدأ يصلي. حتى في أسبوع الآلام البيوت كلها بقى فيها أيقونات للصليبوت والمسيح، ونعمل سكتة تجوم في الكنائس في البيوت كلها. فالأم هي الست الجميلة اللي بتعمل بيتها إيه؟ بيتها كنيسة. تعالوا بقى نشوف دور الأم في الأسرة. أول حاجة، أول دور الأم هي الإشبين، هي الإشبين. الكنيسة بتولد الولد روحيا، بتولد الولد روحيا، لكن بتدير الأم علشان تربيه جسديا. أول ما أبونا بيمسك الطفل بينزله في المعمودية ويقول أعمدك يا فلان باسم الآب والابن والروح القدس، ويتولد الطفل منين؟ من المعمودية. يطلع الولد من المعمودية أبونا يديه لمين؟ يديه الأم. لا، خدي بقى ربيه، وانت الإشبين بتاعه، وانت المسؤول عنه، عن تربيته جسديا وروحيا. ترضعيه من صدرك لبنك عشان يكبر جسديا، وترضعيه من روحانياتك علشان يكبر روحيا. على فكرة الموقف ده بالظبط هو موقف موسى النبي، أم موسى النبي. فاكرين موسى النبي لما كان في مية في نهر النيل، وبنت فرعون شافته. فبنت فرعون طبعا هو كان في نهر النيل ميت يعتبر هيغرق يعني، بس بنت فرعون شالته، أحيته من المية، ولما خدته من المية اديته لمين؟ اديته لأمه، قالت له خدي رضعيه وكبريه. فالموقف ده بيتكرر تاني في المعمودية، زي ما بنت فرعون خدت موسى النبي من المية واديته لأمه، برضو الكنيسة بتاخد الطفل من المية، من مية المعمودية، وتديه مين؟ وتدي لأمه، تقول لها بس خدي بقى انت رضعيه. وتاخد الأم بقى تكبره وترضعه اللبن الجسدي واللبن الروحي. اللبن الجسد عشان جسمه يكبر، واللبن الروحي علشان روحانياته تكبر.
تبتدي تعلمه كل حاجة من هو صغير. وتلاقي أطفال لسه ما بيعرفوش يحركوا ايديهم، وتلاقيه عمال يعمل كده. ايه ده اللي بيعمله ده؟ مامته علمته يرشم الصليب، مامته علمته ابانا الذي، مامته علمته صلاة الشكر، مامته علمته ازاي يسجد، مامته علمته ازاي يصوم، مامته علمته يروح الكنيسة، مامته علمته ازاي يتناول، مامته علمته. اذا فالام دورها كبير، هي اللي بتنمي الطفل سواء جسديا او روحيا. الطفل من وهو صغير بيتعلم الصلاة في البيت عند امه. الطفل من وهو صغير بيعرف يعني ايه انجيل في البيت عند مامته. الطفل من وهو صغير يعرف ان في صوم. يا ماما ابتدينا ناكل لحمه وفراخ، ففجاه كده ما فيش لحمه. يا ماما ما فيش فراخ النهارده ولا ايه؟ تقول له لا يا حبيبي احنا خلاص ابتدينا صوم. يعني ايه صوم؟ تقول له بقى صوم الكنيسه، احنا ابتدينا الصوم، وانا وبابا هنصوم من اول الصيام، لكن انت هتصوم من نص الصيام، وهكذا. اقول لكم صدقوني انا اتعلمت صيام الاربع يعني ايه 4 وجمعه في البيت زمان من واحنا صغيرين لسه بنروح المدرسه. كل يوم الصبح اصحى الصبح عشان اروح المدرسه، الاقي ماما عامله لي كوبايه لبن، اشرب اللبن وامشي. كل يوم اشرب اللبن وامشي، كل يوم اشرب اللبن ما عدا يوم ما بقيش فيه لبن، ما بقيش فيه الا في ايه؟ تعملي مش عارف حلبه شاي. ايه ده؟ مفيش لبن ليه النهارده الاربع. ايوه يعني ايه الاربع؟ لا النهارده الاربع تصوم، مفيش لبن. فتعلمناها من واحنا صغيرين. مين اللي علمنا كده؟ الام، هي اللي بتعلم الطفل. كمان الام بتعلم الطفل الرحمه بالاخر، الرحمه بالغير. لما تبقى ام ماسكه ابنها كده وماشيه في الشارع وتشوف حد غلبان تساعده، المنظر ده الواد يتعلمه. هو انت بتدي له ليه؟ هي تقول له عشان ده غلبان ومش لاقي ياكل، فانا بديله عشان بابا يسوع علمنا كده. الام وهي شايله ابنها او داخله بيت كنيسه بتقف تصلي وتحط فلوس في الصندوق. ايه ده يا ماما اللي انت بتعمليه ده؟ ده يا حبيبي الصندوق ده بيتلم الفلوس عشان يروح لاخوه الرب. مين اخوه الرب؟ الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا او الارامل، فاحنا بنساعدهم، فبنحط هنا وابونا بيجمع الفلوس دي ويوزعها على الغلابه. وممكن مره تاني ما تحطش هي بقى الفلوس، تدي الولد تخليه هو يحط. فبتعلمه العطاء. لما بيجي لنا ضيوف في البيت، بدل ما ماما هي اللي تمسك علبه الشوكولاته وهي اللي بتفرق، تدي الولد علبه الشوكولاته وتقول له فرق انت، عشان تدي له حته العطاء. انا اللي بدي الناس، الولد يدي غيره. فالام اللي بتعلمه كده. كمان الام اللي بتعلم الطفل النظافه والنظام من وهو صغير. كده السرير بتاعك مش معمول كويس، الاوضه بتاعتك مش معموله كويس، تعال نوضب السرير، تعال نوضب المخده، تعال نوضب الترابيزه بتاعتك، المكتب بتاعك يبقى كذا. فبتعلمه من وهو صغير كل حاجه. الام زي ما قالوا عليها الام مدرسه. الام مدرسه بتعلم الولد كل ده. العكس بقى، لو الام ما بتصليش الولد مش هيصلي. لو الام ما بتروحش الكنيسه الولد مش هيروح الكنيسه. لو الام ملخبطه البيت والبيت مش نظيف ومزبل وحكايته حكايه، برضه الاوضه بتاعته هتبقى حكايتها حكايه، والسرير بتاعه مش هيطلع متعلم النظافه. لو الام بتتخانق مع الاب وبتتخانق مع اخواته ما بتعطيش، الولد هيطلع جاف كده ويتخانق مع اخواته ما بيعرفش يعطي حاجه. الام هي الاجميل الحلو اللي بتطلع الولد وبتعلمه من وهو صغير. نمره 2، الام قدوه. يبقى الام هي الجبين اللي بتاخد الطفل من وهو صغير عنده 40 يوم لحد لما تكبره وتدخله الكنيسه شماس. نمره 2، الام قدوه. وكنت قلت لكم قاعده مهمه امبارح، قاعده مهمه جدا. اولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين. ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين، هيشوفونا احنا عايشين ازاي، هيبقوا زينا. بنصلي هيصلوا، بنقرا الانجيل هيقروا، بنصوم هيصوموا، بنروح الكنيسه هيروحوا، بابا بيعترف هعترف، ماما بتتناول هتناول، ماما بتحط اشرب وتقف تصلي في البيت قدام شمعه، تلاقي البنت الصغيره جرت اشرب وحطته كده كلفتت نفسها وتقف تصلي قدام شمعه، وهكذا. ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين. اذا فالام قدوه لاولادها. يا ريتك ايتها الام تكوني قدوه جميله لاولادك. قدوه في ايه؟ رقم 1، قدوه في احترام الاب. الام اللي بتحترم جوزها، الام اللي بتخضع لجوزها، الام اللي صوتها مش عالي في البيت، بتعلم اولادها ازاي يحترموا ابوهم. تحترم هي جوزها فهم بيحترموا ابوهم. لكن الام اللي تشخط في جوزها وتعلي صوتها في البيت
هتعلم الولاد ان في يوم والتاني الولد هيعلي صوته على ابوه، يا ابني عيب كده، ما ماما عملت كده. هقول له عيب ازاي؟ ما ماما بتعمل كده. كمان الام قدوه في اللسان العفيف. يعني عمر ما الواحد يسمع كلمه من امه كلمه بذيئه، كلمه خارجه، شتيمه من شتايم الدنيا، عمرها ما حصلت في البيت. لكن لما الام لسانها يكون عفيف الواد لسانه يكون عفيف. لكن لو في بعض الفاظ طلعت من الام مش حلوه، على طول الالفاظ دي هتدخل في الدماغ، في دماغ الطفل، ومش بعيد في يوم من الايام هيقولها لها. مش بعيد في يوم من الايام هيقولها لها، مهما كانت الالفاظ دي بقى صعبه ولا سهله. الالفاظ اللي تطلع من الام هو مش بقول لكم الام مدرسه، هو هياخدها ويحتفظ بيها في القاموس بتاعه. الام اللي بتشتم ولادها شتايم وحشه، ابنك هيشتمك الشتايم دي، بس اصبر عليه، نفس الشتايم دي هيشتمها لك بعد كده. ليه؟ او هيشتمها لاخواته. ليه؟ الام مدرسه. فالام قدوه، بتعلم ابنها اللسان العفيف. طب بتعلم اولادها الهدوء، ازاي يبقى فيه هدوء في البيت وما فيش صوت عالي. زي ما قلت لكم بتعلم اولادها النظافه والنظام، ازاي يا ابني تبقى منظم ومكتبك منظم وادواتك منظمه، ويرجع من المدرسه يلاقي كل حاجه مترتبه، ماما مرتبه كل حاجه، بيحب المنظر المترتب ده، فهو نفسه يحب النظام ويحب النظافه. كمان تعلمه العلاقه مع القديسين من وهو صغير. يعني نعرف اسره كان في كل عيد قديس، الاب ده الله ينيح نفسه، كان في كل عيد قديس ياخد مراته واولاده يروحوا كنيسه القديس في العيد. يعني مثلا بعد كام يوم كده هنعيد بعيد مريمينا، اول ما يجي عيد مريمينا تلاقي الاب واخد مراته وعياله ورايحين كنيسه من كنائس مريمينا يصلوا هناك ويولعوا شمعه. في ايه يا بابا؟ اصل عيد مريمينا يا اولاد بيجي يوم كذا فاحنا لازم نروح نعيد عليه. عيد البابا كرولوس يروح الطاحونه، عيد الانبرويس يروح الكاتدرائيه في الانبرويس، عيد ماري جرجس يروح كنيسه ماري جرجس، عيد العذراء يروح الزيتون. في كل عيد قديس خصوصا من القديسين المشهورين تلاقي الاب واخد الاسره ورايح يعيد في الكنيسه بتاعه القديس، يصلي هناك ويولع شمعه، ولو في بركه يسيبها في بركه في الكنيسه. والولاد بيسالوا ايه في كذا، ومره في مره الاولاد يفرحوا، اصل احنا بقى عيد مريمينا هنروح كنيسه مريمينا، اصل ده عيد العذراء هنروح الزيتون. فالولاد طلعوا يعرفوا يعني ايه اعياد قديسين، فهم طلعوا متربيين بالقديسين وباعياد القديسين وبكنايس القديسين من الاسره من الام. كمان الام بتعلمهم طولة البال حتى مع مشاكل الاب. يعني لما يكون الاب شويه عصبي والام محتمله، الاب زربن وغضب وزعق والام ساكته، ومن الولاد ياخدوا بالهم بابا زعق وماما ما اتكلمتش. مره في مره يعرفوا ان ماما ايه عندها صبر وعندها طولة بال، فهي العيال نفسها تتعود الصبر وتتعود طولة البال. هو كل اللي يزعق لي ارد عليه؟ لا، ما بابا كان بيزعق وماما كانت محتمله، بابا كان بيشتم حتى وماما كانت ساكته. فمره في مره العيال نفسهم بيتعلموا ايه طولة البال حتى مع الاب. يبقى قلنا الام هي الاشبين، والام ايه قدوه لاولادها في كل شيء. كمان دور الام في الاكتشاف والتشجيع. الاكتشاف والتشجيع، التشجيع على كل عمل مادي او روحي، انها تكتشف مواهب الطفل، عنده موهبه في ايه وتحاول تشجعه. كلمه تشجعه دي حتى ولو بكلمه، حتى لو بحضن، حتى لو ببوسه كده برافو، حتى لو بكلمه برافو عليك يا حبيبي، بتشجعه. تشجعه على القراءه. يعني مثلا لو الطفل شافته كده مسك كتاب وقرا صفحتين تقول له برافو عليك، انت بتحب القرايه؟ طب ايه رايك انا هجيب لك كتاب للاطفال واجيبه لك من المكتبه، ولما تجيب له الكتاب ويقرا مره واثنين وثلاثه تشجعه وتدي له هديه كمان. طبعا غير الهديه الكبيره الحلوه، الحضن ده بتاعها حلو يا حبيبي برافو عليك يا حبيبي وتطبطب عليه، وممكن تجيب له هديه كده شجعته على القرايه. انما في امهات ممكن تخلي ابنها يبعد عن القرايه جدا، يعني انها ممكن تعنفه، يبقى قابلني لو نفعت مثلا بكلمه زي كده، يبقى قابلني لو فهمت حاجه، خلاص هو كده قفل من القرايات يعني. كمان ممكن تشجعه على الموسيقى لو بيحب الموسيقى، وتجيب له اي حاجه صغيره كده، بيانو صغير ولا ما اعرفش ايه صغير، وتخليه يلعب عليه. تشجعه على الرسم،
إذا كان بيحب يرسم ممكن لو شافته بيشخبط ورسم حاجة تقول له برافو عليك، إيه الرسمة الجميلة دي، حتى لو شخبطة، برافو عليك، إيه اللي أنت حلو جميلة دي، طب أنا هجيب لك ألوان. وفعلا تجيب له ألوان وتدي له كراسة رسم ويتعلم مرة في 2، مرة يرسم شجرة بايخة وشجرة وحشة وشجرة واقعة، ومرة يرسم بعد كده حاجات كويسة. تشجعه على الرياضة، إذا كان بيحب الرياضة ممكن تشترك له في أي نادي من النوادي، مش لازم الكبير لكن حوالينا كده يلعب شوية كل شوية يعني. شجعه على الألحان، ولو لقيته بيقول لحن كويس برافو عليك وحلو، وكل ما تحفظ لحن أنا هجيب لك هدية، وهروح أشترك لك في مدرسة الشمامسة وهوصي معلم عليك وهجيب لك تونيا. وتشجعه على الحاجات دي. تشجعه على الأعمال اليدوية اللي ممكن تساعد ماما برضه في البيت. تشجعه على الصيام، ممكن يصوم الصوم نصه وممكن يصوم الصوم 3/4 وبعد كده تصوم الصوم كله. كل ده صدقوني طالع منين؟ من الأم، مش من مدارس الأحد أبدا. مدارس الأحد دورها ساعة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع، لكن الأم دورها 7 أيام في الأسبوع، هي اللي بتعلم الطفل ده كله. عايز أقول لكم إن التشجيع شيء ضروري جدا في حياة الأطفال. شجعوا أطفالكم هيطلعوا أحسن ناس، بس شجعوهم. أنت ذكي، أنت برافو عليك، أنت هتقدر، أنا واثق فيك. فشجعوا أولادكم هيطلعوا أحسن مما تتخيلوا يعني. دور الأم في الأسرة كمان هي الحضن الدافي للكل، الحضن اللي بيرجع له كل الناس. صدقوني حتى الأب لما يرجع من الشغل تعبان وقرفان وفي مشاكل والناس مضايقاه، عايز الحضن بتاع الأم، مش الحضن الجسدي لكن حتى الاحتواء. حتى كلمة ما تاخدش في بالك، ما هو كل الناس كده، يا عم هتفرج، يا طول بالك، ما تشيلش هم، واحنا ياما ربنا أثر معانا منين. تلاقي الأب راجع من بره دايخ ويعني وطالع عينه وشايل هم، يخش البيت ست هي اللي تطبطب وهي اللي تهنن كده وتقول له ما تشيلش في بالك وربنا هيدبرها. وساعات في ستات حكيمة تقول له ما تشيلش في بالك، أنا شايلة الشيل على جنب من اللي أنت مديهولي، أنا خدت في مصروف، شلت في مرة خد مبلغ أهو. تلاقي الأب فعلا كل لما يتزنق يعرف إن مراته هي الإيه؟ الحضن بتاعه والسند بتاعه. كمان هي الحضن للولد وهي الحضن للبنت. أنا عايز أقول لكل أم خسارة إن يعدي يوم من غير ما تاخدي ولادك في حضنك، لأن الحضن ده حضن أمومة رائع، يدي ثقة في النفس، يدي دفء. علماء النفس بيقولوا إن حضن الأم دوت بيزود الصحة الجسدية، حتى الصحة الجسدية بيأثر فيها يعني. فليه ما ناخدش كده ولادنا في حضننا؟ الحضن بتاع الأم ده هو اللي بيحمي الواد والبنت من مغريات الدنيا. ما أصلي بره في مغريات، البنت بره في أحضان مستنياها بره، والولد نفسه في أحضان مستنياه، لكن الحضن الأم هو اللي بيحمي ولادها من مغريات الدنيا ومن شهوات الدنيا ومن أصدقاء السوء ومن كلام البايخ بتاع الدنيا ومن عادات الدنيا ومن مشاكل الدنيا. حضن الأم هو اللي يلم كل الكلام ده كله. الأم هي الحضن الدافي بتاع البيت. مش بقول لكم دور الأم هو الدور الأهم في البيت. نمرة 5، الأم دورها إنها مراية لأولادها وأسرتها. هي دور المراية إيه؟ دور المراية إنها تعرفني نفسي، ولو في شكل منعكش ولا حاجة بتقول لي. يعني إن أنا بقف قدام المراية بتقول لي إيه؟ شعرك منعكش. أو ببص قدام المراية، فالمراية على طول بتقول لي خلي بالك شعرك منعكش، خلي بالك هدومك مقطعة. فالمراية بتقول لي كده. فدور الأم كده إنها توجه للعيوب والمميزات بتاعت أفراد الأسرة. تقول للأب خلي بالك أنت كده اتزربنت كتير على العيال النهاردة، أنت طبعا مش قدام العيال، أنت النهاردة ضربت الواد ولا زعقت في الواد تاخد منك، طب على إيه؟ يبقى مين اللي بيوجه الأب؟ الأم هي اللي بتقول له خلي بالك من نفسك، أنت النهاردة اتزربنت كتير، والواد كده العيال كده ممكن تتاخد منك وما تكلمكش وتفقد الثقة فيك أو تفقد الصداقة بتاعتهم. فالأم هي اللي توجه الأب لعيوبه، أو حتى توجه الأب لعيوبه الأسرية. تقول له أنت بقالك فترة ما اتصلتش بوالدتك، بقالك فترة ما اتصلتش بوالدك ليه؟ ما تيجي نروح لهم. يقول لها ما أنا مشغول. تقول له ماله؟ مهما كان شغلك ما يبعدكش عن أسرتك. فالأم هي اللي بتوضح للأب بعض العيوب بمحبة كده وبعتاب.
طبعا بتوجه بقى اولادها، الواد والبت موجودين في البيت، زي ما قلت لكم الاب مش موجود فمش شايف عيوب كتير في اولاده. مين اللي شايف العيوب ديت؟ الام هي اللي شايفه. فلما تشوف عيب في الولد تقول له، لما تشوف عيب في البت تقولها. ومش بس بقى تشوف العيوب، لكن تشوفه تستر. والاهم هي الستر على عيوب ايه؟ اسرتها. يعني ابني فيه عيب من العيوب انا بوجهه، لان انا عرفت العيب ده فانا بوجهه، لكن ابدا ما طلعش العيب ده بره. ما اقولش لاختي، ما اقولش لخالته يعني، ولا لخاله ولا لعمامه، ولا لا 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 لا، هتبقى كارثه، هيفقد فيك الثقه تماما. فالام هي المرايه اللي بتوضح للاسره كلها العيوب، وفي نفس الوقت هي الستر اللي بيستر على الاسره كلها من العيوب دي. نمره 6، الام هي البيت المنظم الجميل. بيت منظم جميل يخلي الكل يرجع له. يعني يخلي الاب في شغله فاضل كام ساعه عشان يروح البيت. ليه؟ لان البيت هادي والبيت نظيف وفي لقمه حلوه، البيت حلو. لكن لما اروح البيت مش نظيف، الاوضه بتاعتي مكركبه، سريري مكركب، العيال ما ذاكروش، عيال لبسهم مقطع، اروح ما فيش اكل، تلاقي الاب يخلص شغله ويروح يقعد على قهوه. ما تروح بيتك. لا مش عايز اروح. الام هي البيت النظيف المنظم اللي بيغلي الكل عشان يرجعوا له بنفسيه حلوه. تلاقي الولد والبنت في المدرسه بيعدوا الحصص علشان نخلص عشان نروح البيت. ليه؟ اصلا انا متعوده لما بروح كل يوم بعد المدرسه بلاقي ماما مظبطه البيت والكنبه بتاعتي والسرير بتاعي والمكتب بتاعي والكتب بتاعتي ولقمه حلوه والسرير بتاعي نظيف. بروح الاقي البيت كده، فانا عايز اروح عشان البيت بتاعي نظيف. الام هي البيت المنظم الجميل. يا ريت كل امهاتنا تراعي الحته دي. ولادنا وابهاتنا مستنين منك كده، ان البيت يبقى منظم وجميل وايه ونظيف. اخر حاجه في دور الام، ودي يمكن اهم حاجه، الام هي الايد المرفوعه دايما للسماء من اجل ولادها، من اجل اسرتها، ومن اجل جوزها. الراجل طلع الشغل على الصبح على الشغل، والعيال راحوا المدرسه الصبح، مين يرفع ايديه من اجلهم؟ الام. قاعده في البيت طبعا مع الاكل والتنظيف والبتاع، رفع ايديها للسماء، يا رب خلي بالك من الراجل، خلي بالك من الواد، خلي بالك من الست. وبصلاه الام تلاقي الاسره كلها شغاله زي الفل. وبصلاه الام ربنا بيحمي الاب في شغله، وربنا يحمي الولد في مدرسته، ويحمي البنت من اي مشاكل ممكن تعترضها بصلوات الام. لكن لما الام تكون ما بتصليش اصلا، نجيب لك مين يصلي بقى لاولادك ولاسرتك؟ امنا العذراء احنا بنسميها امنا العذراء ليه؟ بتصلي عننا دايما، تشفع عننا دايما. ده يقولوا عن العذراء ان هي واقفه قدام عرش الله بتصلي ليل نهار من اجل ايه؟ من اجل اولادها. عشان كده احنا بنقول على العذراء امنا العذراء. فبرضه الام الجميله هي اللي بترفع ايديها من اجل اولادها ليل نهار، وليها علاقه بالقديسين ليل نهار علشان تعرف تسند جوزها واولادها ليل نهار. كده احنا قلنا الام كام دور؟ 7 ادوار. تعالى نراجعهم بسرعه كده. 1، الام هي الاشبين زي ام موسى النبي كده. الام هي الاشبين اللي بتاخد الطفل من اول ما يطلع من المعموديه، تغذيه غذاء جسدي وغذاء روحي. 2، الام هي القدوه، كل حاجه هيتعلمها الطفل هيتعلمها من امه. الام هي التشجيع لاولادها واكتشاف المواهب لاولادها. الام هي الحضن الدافي لكل افراد الاسره بما فيهم الاب، بمشاكله اللي جاي بيها من بره هي اللي بتهون عليه الظروف دي. الام هي مرايه لاسرتها علشان تعرف اسرتها العيوب اللي فيها، وفي نفس الوقت تستر عليهم وتستر على جوزها وتستر على اولادها. طبعا تستر على جوزها يعني ما تفضحوش بقى قدام اخواته، قدام قرايبه، قدام مامته، قدام، لا، هي تستر على العيوب، تكشف العيوب لكن تستر عليها. نمرة 6، الأم هي البيت المنظم الجميل اللي الكل عايز يرجع له. نمرة 7، الأم هي الإيد المرفوعة من أجل كل أفراد أسرتها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.